لانه حسب ما يبدو نفس الملامح نفس الاسماء. ايمن حسين والانطلاقه في الشوط الثاني من الجوله الثانيه من هذه المباراه. كره لصالح فريق الرجاء الرياضي. البدايه محاوله هجوميه من الجهه اليسرى من جانب عناصر فريق الرجاء الرياضي، اليمنى من فريق المغرب الفاسي. تمريره داخل منطقه الجزاء وقراءه سليمه من جانب الحارس صلاح الدين. تنفيذ هذه الكره للحارس انس الزنيتي. رفع الكره داخل منطقه الجزاء، تنفذ راسيه. الزنيتي ينقذ الموقف. انس الزنيتي ينقذ الموقف لانه كانت محاوله سريعه التهديف. لاحظوا هنا الارتقاء وكانت الراسيه ديال اللاعب محسن بوريكا. لاحظوا هنا الانطلاقه الراسيه ديال محسن بوريكا وانس الزنيتي ينقذ مره اخرى الانطلاقه. نسيك تمريره جانبيه داخل منطقه الجزاء، محاوله وخروج انس الزنيتي، تصويبه، هدف اول في المقابله. هدف يحمل اسم جوزيف زينباور. ونشوفوا هنا الاعاده تمريره جانبيه، التغطيه بهذا الشكل. وهذه الكره الثانيه اللي كنتحدثوا عليها دائما. الكره الثانيه تم الاستفاده منها من جانبي تمعينا، اللي يعرف كيفاش انه يتعامل مع الكره بهذا الشكل بهذه الطريقه هذه، وكيسجل الهدف الاول في مباراه اليوم والهدف الرابع في هذه الدوره الثالثه. في الوقت اللي كنشوفوا هنا طريقه ديال التعامل مع هذه الكره من جانب هيثم عينا، اللي كان سعيد الهجومي الان من الجهه اليسرى فريق الرجاء الرياضي. ادم الفاتي فول لمسه، كيرفع كره داخل منطقه الجزاء بحث الراسيه. كره خطيره في الخط الامامي للرجاء الرياضي، اللي تسمت بها الكره هي عامل الكره لانه تمريره عرضيه جانبيه، والحارس بعد الكره ديال ادم الفاتي في الوقت اللي كانت هنالك المتابعه. المشوار مستمر. ضربة خطأ، الكرة الثالثة. حكم عطى الإشارة تنفيذ. آدم الفاتي كيرفع الكرة داخل منطقة الجزاء، راسية، هدف لصالح فريق الرجاء الرياضي، وهو هدف التعديل. بالتالي هدف داخل كل مرمى، هدف لصالح فريق كيوضع الكرة بهذا الشكل وبهذه الطريقة. ولاحظوا هنا التموضع ديالو بشكل ممتاز، تمريرة داخل منطقة الجزاء ورأسية تأتي لتكون بهدف التعادل. هدف داخل كل مرمى. الرجاء الرياضي يعود في المباراة. الرجاء الرياضي يعود في المباراة تمريرة بالمقاس من آدم الفاتي. 1-1 النتيجة المسجلة الآن، 1-1 في هذا السيناريو الذي تغير بهدف. كينطلق محسن بوريكا داخل منطقة الجزاء، محاولة تمريرة وخروج انس الزنيتي في الوقت المناسب. انس الزنيتي. شوفوا هنا الطريقة ديال الاندفاع ودخول داخل منطقة الجزاء والتدخل ديال الحارس انس الزنيتي لإبعاد الخطورة. نادي مبارك ينزل من جديد، كرة أمامية، محاولة تصويب مباشرة إلى خارج الخط الخلفي للملعب. واحدة من المحاولات اللي كانت التصويبة الماضية واللي شاهدنا التصويبة الماضية من جانب فريق المغرب الفاسي عن طريق لاعب سفيان الكزير، اللي كان بإمكانه أن يستثمرها. ولاحظوا هيئ نفسه وراء الأنفاس الأخيرة من عمر هذه المواجهة. وفي هذه اللحظات ذاكرة ينهي تفاصيل هذا اللقاء بالتعادل. هدف داخل كل مرمى بين الرجاء الرياضي وفريق المغرب الرياضي الفاسي في محاولات عديدة كانت بين طرف